يا هلا. هل تعرفين أنه داخلك قوة خفية قادرة على تغيير حياتك بالكامل؟ قوة مو في الكتب ولا في الآخرين، بل فيكِ أنتِ. هي قوة عقلك الباطن. عقلك الباطن يشبه البحر العميق، اللي يظهر على السطح هو حياتك اليومية، لكن اللي يحرك الأمواج فعلا هو اللي يسكن في الأعماق. كل فكرة، كل كلمة، وكل صورة تتكرر داخلك تتحول لقانون يوجه خطواتك دون ما تشعرين. الفلاسفة يقولون أن الإنسان يعيش مرتين، مرة في الواقع ومرة في داخله، والعلم يأكد أن الدماغ يعيد تشكيل نفسه حسب الأفكار المتكررة. هاد يعني انه اللي تبرمجينه في داخلك اليوم هو اللي بيصير واقعك غدا. لما تبرمجين عقلك الباطن، انت ما تغيرين مجرد افكار عابرة، بل تعيدين كتابة القصة اللي تعيشينها، وكأنك تحطين ايديك على قلم الحياة وتكتبين فصول جديدة مليئة بالقوة وبالثقة وبالحرية الداخلية. واليوم راح اوريك كيف تبرمجينه وكيف تتحولين من مجرد متلقية للحياة الى صانعة لها. أول شي، شو هو العقل الباطن؟ العقل الباطن هو ذلك المخزن العميق اللي يحتفظ بكل اللي مريتي به من لما كنت صغيرة، الأفكار، العادات والمعتقدات، وحتى المشاعر اللي ما عبرتي عنها. هو مو مجرد مكان داخلي، هو نظام تشغيل خفي يوجه حياتك دون ما تشعرين حتى. هو اللي يحدد ردود أفعالك التلقائية لما تخافين من شي معين أو لما تثقين بنفسك في موقف آخر. هو اللي قرر كيف تشوفين العالم، هل هو مليء بالفرص أم مليء بالعقبات. كل كلمة تسمعينها، كل تجربة تعيشينها تتحول إلى شفرة تخزن في عقلك الباطن. هذه الشفرة هي اللي تبرمج حياتك اليومية، من طريقة تفكيرك إلى طريقة مشيك وحديثك مع الآخرين. كل كلمة تسمعينها وكل تجربة تعيشينها تتحول إلى شفرة تخزن في عقلك الباطن. هذه الشفرة هي اللي تبرمج حياتك اليومية، من طريقة تفكيرك إلى طريقة مشيك وحديثك مع الآخرين. اللي تزرعينه فيه هو اللي تحصدينه في حياتك. إذا زرعتي الخوف تحصدين التردد، وإذا زرعتي الثقة تحصدين النجاح، وإذا زرعتي الحب ستجني العلاقات الصحية. يرى الفلاسفة أن العقل الباطن هو المرآة الداخلية اللي تعكس حقيقتك للعالم. فأنت ما تعيشين الواقع كما هو، إنما كما يراه عقلك الباطن. إذا كان مليء بالقيود راح تحسين إن العالم ضيق، وإذا كان مليئا بالإيمان بنفسك راح تحسين إن العالم وسيع ومالئ بالفرص. يصف العالم الحديث العقل الباطن بأنه المسؤول عن البرمجة العصبية. الدماغ يعيد تشكيل نفسه وفقا للأفكار المتكررة، وهي ما يعرف بالمرونة العصبية. هذا يعني أن كل عادة أو فكرة تتكرر داخلك تصير مسار عصبي جديد يوجه حياتك بشكل تلقائي. لهيك العقل الباطن مو مجرد مخزن للأفكار، بل هو القوة اللي تصنع واقعك، وهو الأرض اللي تزرعين فيها بذور حياتك، وكل ما ينمو في الخارج هو انعكاس لما زرعتيه في الداخل. ثاني شي، كيف تبرمجين عقلك الباطن. أول شي، الكلمات المفتاحية. الكلمة اللي تهمسين بها لنفسك مو مجرد صوت، بل هي بذرة تزرع في داخلك. مع الوقت هذه البذرة تكبر وتتحول لواقع تعيشينه. لما تقولين أنا ضعيفة، فأنت تمنحين داخلك أمرا بأنه يكرر الضعف في حياتك. ولما تقولين أنا أتعلم وأقوى كل يوم، فأنت تفتحين باب داخلي يوجهك نحو القوة. الكلمات هي طاقة، وكل طاقة تبحث عن شكل لتظهر في حياتك. ثاني شي، الصور الذهنية. تخيلي نفسك كما تريدين تكوني. في العقل الباطن يتعامل مع الصورة كأنها أحداث حقيقية. لما ترسمين في داخلك صورة لذاتك الواثقة، يبدأ داخلك في ترتيب نفسه مشان يقودك نحو هذه الصورة. الصورة مو مجرد خيال، بل هي تدريب داخلي يهيئك للواقع اللي تسعين له. كأنك تحطين خريطة سرية، وكل خطوة في حياتك تبدأ تتبع هذه الخريطة. ثالث شيء، التكرار. التكرار هو المفتاح اللي يحول الفكرة إلى عادة، والعادة إلى شخصية. كل مرة تصحين باكرا أنت تكتبين سطر جديد في قصر الانضباط، وكل مرة تمارسين الرياضة أنت تعيدين تشكيل داخلك على القوة، وكل مرة تكتبين أهدافك أنت تمنحين نفسك وضوح يقودك نحو المستقبل. التكرار يصنع مسارات داخلية، ومع الوقت تصبح هذه المسارات هي الطرق اللي تسيرين عليها في حياتك. برمجة العقل الباطن مو مجرد خطوات، بل هي رحلة داخلية. بالكلمة تزرعين الفكرة، وبالصورة تمنحينها شكل، وبالتكرار تجعلينها حقيقية. وهيك كل فتاة تقدر تعيد كتابة قصتها الداخلية مشان تنعكس على حياتها الخارجية بشكل أعمق وأجمل. وهاي نصيحتي إلك كرفيقة وصديقة. لا تنتظري من المجتمع يحدد قيمتك، عقلك الباطن هو اللي يحددها. ولا تسمحين للتجارب السلبية تصير برمجة دائمة، استبدليها بوعي. كل فتاة عربية تمتلك نفس القوة الداخلية، قوة العقل الباطن. الحياة مو ما يحدث لك،
بل ما تبرمجينه في داخلك. عقلك الباطن هو أعظم أداة بين يديك، استخدميه بوعي. راح تكتشفين أنه العالم الخارجي يبدأ يعكس جمالك الداخلي. تذكري دايما غيري برمجتك تتغير حياتك. وأيضا الخطوات اللي شاركتك اليوم ما لها قيمة إذا بقيت مجرد كلام. جربيها بنفسك وراح تشوفين الفرق. وإذا حبيتي هذا الفيديو لا تنسين تدعميني بلايك والاشتراك عشان توصلك باقي الأسرار. كل فيديو هو خطوة جديدة نحو نسخة أقوى منك.